السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم حلويات هنودة، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وفي هذا الفيديو جيت نوريكم كيفاش تصايبوا رويال ايسينغ اللي كنزينوا به البسكوي رويال. كنحتاجوه بزاف في المناسبات عديدة وعديدة بالاشكال والانواع ديالهم، كيجيو فعلا راقيين في الطبيله او في البيفي. وقبل ما ندوزو الفيديو ما تنسونيش باللايك، ودابا نبداو على بركة الله نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. فواحد الوعاء كنديروا بياض البيض العنصر الرئيسي، كذلك عندنا جوج ديال العناصر الرئيسيه في هذا الرويال ايسينغ. بياض البيض يكون درجه حراره الغرفه وما تكون حتى نقطه من الاصفر البيض فيه، فقط بياض البيض. هنا استعملت 8 ديال بياض البيض لان غادي نحتفظ به في المجمد الى بقى ليا. كندير دائما كميه كثيره، كنطربو مزيان بالطراب الكهربائي حتى كيرجع الرغوه طالعه مزيان. عاد كنضيف العنصر الرئيسي اللي هو السكر الناعم. هاد الطريقه هذه راه ما عندهاش مقادير مضبوطه بتاتا، يعني حتى واحد ما يقدر يقول لكم ها بالضبط شحال خاصكم ديروا ديال بياض البيض، ها شحال ديال السكر الناعم. فقط عينك ميزانك، يعني كنديروا بياض البيض كنبقاو نضيفوا ليه شويه بشويه السكر الناعم. هنا العنصر الثالث الرئيسي هو عصير الليمون، عصير الحامض، واحد الملعقه صغيره. ولا درتو الكميه قليله كديروا واحد القطرات من عصير الليمون، العصير الحامض. كنطربوا مزيان، دائما كنستمروا بالتطريب، ودائما كنضيفوا شويه بشويه السكر الناعم حتى كنحصلوا على الخليط المناسب والقوام المناسب. باش كنعرفوا القوام صافي جا هو هذاك، غنوريكم الطريقه باش تعرفوا بان القوام صافي جا مضبوط. كنبقاو نطربوا مزيان بحال غنطربوا الميرانغ، نطربوا مزيان مزيان حتى كنحصلوا على هذا الخليط هذا. هذا الخليط هذا كما كتلاحظوا راه شويه ثقيل. غادي نوري لكم الطريقه باش تعرفوا. دائما قبطوا واحد البوش وكديروا فيه واحد الكميه غير صغيره منه باش غتجربوا في واحد البسكوي رويال، تشوفوا واش غادي يصيح لكم، زعما واش جا سائل او جا عاقد. ولكن انا بالتجربه ديالي هذا راه عاقد. انا غنوريكم علاش عاقد. كنقطعوا الراس ديال البوش وكنزينوا به البسكوي رويال ديالنا على هذه الطريقه هذه. غادي نوريكم فيديوهات قادمه بزاف ديال الانواع والاشكال ديال البسكوي رويال، التزيين ديالهم كيفاش نستعملوه للمناسبات عديده. كما كتلاحظوا دابا راني فرقت الايس الرويال ايسينغ في البسكوي ديالنا، وكنقادو بهاد الشويكه هذه. ضروري من هاد الشويكه هذه تكون عندكم. ربما ما تستعملوش الكيردون، ولكن جربوا الكيردون. هاد الشويكه هذه ضروري منها. كما كتلاحظوا ما كيسيحش على البسكوي، ولكن راه كيجي قاصح. دابا هذا ضروري خاصنا نديرو فيه شويه ديال الماء لانه جا عاقد. فاش كيجيكم عاقد كتضيفوا ليه واحد القطرات من الماء على هذه الطريقه هذه، وتخلطوا مزيان الخليط، وانتم كتلاحظوا واش غادي يجرى ولا باقي عاقد. كان باقي عاقد ضيفوا ليه بعض القطرات من الماء. بعض المرات الا ما بغيتوش تضيفوا القطرات ديال الماء دابا كتخليوه عاقد وكتفرقوه الى غتلونوه، وكتجيب واحد الرشاشه صغيره وكل لون كترشوه شويه بالماء وكتخلطوا حتى كتحصلوا على القوام المناسب. دابا غنمشي نجرب نشوف واش وصلت للقوام ديالي ولا لا. دابا هذا هو القوام المناسب، يعني كيجي شويه جاري، ما جاريش بزاف وما عاقدش بزاف، كيجي هو هذاك، يعني ما كيسيحناش على البسكوي ديالنا. الا ساح لكم ضروري انكم تضيفوا ليه شويه ديال السكر الناعم. ما ساحش لكم صافي، هذاك هو القوام المناسب. كيجي شويه كيبري شويه، وها هو كيجي ليس، يعني كيجي ناعم من السطح. دابا غنخليوه حتى كيبس الا بغينا نزينوا به الطبقه الثانيه او الطبقه الثالثه. في التلوين ديالو كنضيفوا جل، ما كنضيفوش السائل، اللون السائل. كان عندكم اللون السائل يعني ما تضيفوش الماء. الا كان عندكم عقد شويه كتضيفوا فقط الالوان السائله باش كيجي هو هذاك. صافي دابا غنكمل الالوان ديالي كامله، يعني التلوان كيبقى على حسب الديكور اللي بغيتو والالوان اللي بغيتو. انا هاد الالوان اللي احتاجيتها في البسكوي ديالي كملنا منهم. ضروري انكم تغطيهم بواحد البلاستيك غذائي باش ما ينشف لكمش ويخسر لكم الرويال ايسينغ. ودابا غادي نمشي باش نوريكم كيفاش غادي نحتفظوا به في المجمد. ممكن انكم تصايبوا البسكوي رويال من قبل وديروه في المجمد كما وريتكم في الفيديو السابق. دابا هنا الرويال ايسينغ حتى هو ممكن انكم تحتفظوا به في المجمد على هذه الطريقه هذه. ديروه في واحد العلبه محكمه الاغلاق وتغطيوه مزيان بالغطايه ديالو، الغطاء ديالو، وديروه في المجمد لمده اسابيع او شهور. ما كيخسر لا حتى شي حاجه، ما كتوقع عليه حتى شي حاجه.
يعني فاش كتقرب لكم المناسبه كتجيو ديروا واحد 3 ايام هكا وكتقادوه. الا كان البسكوي كيتطلب انه يكون فيه 2 ديال الطبقات ولا 3 الطبقات، خاصكم تخرجوا على 3 ايام، بقاش كل طبقه خاصها تيبس 8 ديال الساعات. دابا كنديرو في البوش على الطريقه هذه، وكنقطعوا له الراس ديالو يكون صغير وكنزينوا به لي بسكوي رويال ديالنا. وكما كتلاحظوا كنديروا به اشكال وانواع ديال لي بسكوي، ممكن ديروهم حتى دي كادو وتعطيوهم دي كادو، وعلاش لا. وكنتمنى الفيديو ديال اليوم كنا الاعجاب ديالكم، وان شاء الله نشوفكم فيديو اخر باذن الله. خير لكم الراحه، مع السلامه.